النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري بطريقة سهلة جدا وبتكات بسيطة قوي. هتخلي طعمه أحلى وألذ من بتاع المحلات كتير جدا. وكمان هعرفكم ازاي تعملوا بصل يكون مقرمش لتاني يوم من غير ما يطرى. فيلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. اول خطوة في الكشري ودي يعتبر اهم خطوة بالنسبة لنا ان احنا هننقع الحمص. هغسل الحمص بالمية كويس جدا وبعد كده هضيف عليه مية مغلية لمدة ساعة. تاني حاجة وهي العدس بجبة او العدس اللي لونه بني ده، في ناس بتسلقه على طول بس انا بفضل احط عليه مية مغلية واسيبه منقوع فيها شوية. الحركة دي بتخلي ان العدس يستوي بالتساوي والقشرة بتاعته ما تفصلش عنه وتفضل الحباية بحالها يعني ما تفصلش. هضيف عليه شوية ملح صغيرة حوالي نص معلقة كده وهقلبه فيها. ودلوقتي بعد ما سيبنا العدس شوية في المية المغلية هرفعه على النار، وده عشان نضمن ان العدس دخل في نص سوا قبل ما نضيفه للرز. هسيبه على النار 10 دقايق وانا هنا مش هسلقه سلق كامل، هي بس كده نص سلقة عشان لسه هيكمل السوا مع الرز والشعرية في الحلة فالحباية تفضل ماسكة نفسها. ولعند ما العدس يتسلق هنبدأ في تحضير البصل، والبصل بيكون حلو جدا مع الكشري فأي كمية من البصل استخدموها. ودلوقتي هنبدأ في تقطيع البصل. هقطعه هنا جوليان يعني شرايح كده بتبقى رفيعة جدا، وكل ما نقطعها والقطعة تكون رفيعة هتكون مقرمشة اكتر وكمان ما تشربش زيت. فتحاولوا وانتوا بتقطعوا تخلوا التقطيع كله مقاس واحد عشان مفيش واحدة تكون استوت وواحدة لسه نية او واحدة تتحرق وواحدة لسه نية. هنقطع كمية البصل اللي معانا كلها جوليان وبعد كده نحطهم في طبق. هضيف عليهم معلقتين كبار من الدقيق وكمان معلقتين كبار من النشا، وده السر اللي بيخلي البصل يفضل مقرمش حتى لو قعد عندك لتاني يوم. هقلبهم مع بعض كويس جدا لعند ما البصل يتغلف كويس بالنشا والدقيق. وفي الوقت ده كان العدس اتسلق. هتمسكي حباية عدس كده وتضغطي عليها بين صوابعك، لو لقيتيها بتتقسم معاكي بس لسه فيها قطمة بسيطة كده يبقى كده تمام قوي. وبعد كده هبدأ في تحمير البصل في طاسة يكون فيها زيت سخن. هختبر الأول الزيت بقطعة بصل صغيرة وبعد كده هنزل بكمية البصل اللي معايا، ومش هملأ الطاسة قوي عشان البصل ما يعجنش فوق بعضه. وهقلب تقليب مستمر عشان يبقى اللون موحد، واول ما ياخد لون ذهبي حلو كده هنبدأ على طول نطلعه من الزيت. وبعد ما بنحمر كمية البصل اللي احنا قطعناها كلها ما بنرميش الزيت، بنسيبه على جنب عشان هنحتاجه كمان شوية. ولما البصل ياخد اللون الذهبي الحلو ده بنطلعه على طول على مصفى او شبكة او حتى مناديل. وبعد كده هنبدأ في سلق المكرونة، والسر هنا عشان نطلعها مفلفلة وبتلمع كده ومش ملزقة في بعضها خالص. انا هنا هستخدم نوعين من المكرونة. هنستخدم اي نوع مكرونة يكون شكلها صغير، وتاني نوع معانا وهي المكرونة الاسباجيتي، ودي بنقطعها لثلاث قطع او قطعتين وعشان تبقى سهلة في الاكل. في حلة فيها مية بتغلي هنزل فيها بنوعين المكرونة الاتنين مع بعض. وبما ان المكرونة الصغيرة بتاخد وقت اطول شوية من الاسباجيتي فهننزل بالصغيرة الاول وبعد دقيقتين هننزل بالاسباجيتي. هضيف عليهم معلقة ملح وشوية كده من زيت البصل اللي احنا حمرناه، والزيت ده هيخلي المكرونة ما تلزقش في بعضها وكمان هيديها ريحة وطعم حلو جدا. هنسلق المكرونة 3/4 سوا، احنا مش بنسويها 100% عشان ما تعجنش معانا. هنسيبها على النار لعند ما تتسلق 3/4 سوا. هطلع واحدة من المكرونة وهضغط عليها بإيدي، ولو لقيته فيها قطمة خفيفة من النص يبقى كده تمام. بنطفي عليها النار وبنبدأ نصفيها من المية. في حلة هنزل فيها بشوية زيت وهستنى لعند ما الزيت يسخن، وأول ما يسخن هنزل عليه بالشعرية. هنفضل نقلب في الشعرية وهي على النار لعند ما تتحمر وتاخد لون ذهبي حلو. وكمان الشعرية من الحاجات الحساسة جدا للنار، يعني لو سبناها من غير تقليب هنلاقي ان هي اتحرقت من ناحية والناحية التانية لسه زي ما هي متحمرتش. واول لما تتحمر وتاخد لون ذهبي غامق بس ما تحرقوهاش هننزل على طول بالرز. واستخدمت هنا الرز المصري غسلته كويس وصفيته من المية. وعشان تضمني ان الرز يطلع معاكي مفلفل وما يعجنش خالص هنفضل نقلبه في الشعرية كده لعند ما يسخن. وبعد كده هننزل عليه بمية مغلية. هننزل بالمية لعند ما تغطي بس كمية الرز اللي معانا.
هنسيبه على نار عالية لعند ما يشرب المية، واول ما يشرب المية هنغطي عليه وهنسيبه على نار هادية. وبعد كده هنبدأ في تحضير الصلصة. معانا هنا 3-4 فصوص توم مفرومين، هنزل عليهم بشوية زيت، وده الزيت اللي احنا كنا محمرين فيه البصل، وده بيديه نكهة وطعم حلو جدا للصلصة. هنقلبهم شوية على النار لعند ما التوم يتحمر كده ويطلع ريحته. واول ما التوم يتحمر وياخد لون حلو كده هنبدأ نشيل منه شوية ونحطهم على جنب عشان هنحتاجهم كمان شوية. احنا ما بناخدش كتير، يعني هي حوالي كده معلقة صغيرة. وبعد كده هننزل على التوم اللي باقي بعصير الطماطم، هقلبهم مع بعض وهضيف عليهم معلقة خل كبيرة، وكمان عليهم عصير نص ليمونة، ودي بتفرق جدا في طعم الصلصة. وبالنسبة للبهارات، معايا معلقة بابريكا، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، وكمان معلقة كمون. حابين تقللوا او تزودوا من البهارات فده على حسب الرغبة. كمان هضيف عليها معلقة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم. بعد ما ضفنا البهارات هنقلبها كويس وهنغطي عليها لعند ما تتسبك. وبعد كده هنبدأ في تحضير الدقة. معايا معلقة الثوم اللي انا كنت شايلاها على جنب، هضيف عليها معلقة او معلقتين كبار من الخل، هضيف عليها كمان معلقة صغيرة من الكمون، وكمان عصير ليمونة. وبعد كده هضيف الملح، هضيف هنا ربع معلقة صغيرة ملح. الملح هنا بيكون على حسب الرغبة، حابين تزودوا او تقللوا فده براحتكم. هضيف عليهم كوباية مية سخنة، هقلبهم مع بعض كويس، وكده الدقة هتكون معانا جاهزة. وبكده نكون خلصنا كل حاجة تخص الكشري المصري، ودي المقادير بتاعتي. واخر حاجة هنعملها وهي تجميع الطبق. واول حاجة هنبدأ بيها وهي طبقة الرز بالشعرية، بنفرده كده في الطبق. وتاني حاجة بقى بنبدأ نعملها وهي طبقة المكرونة، هننزل بالمكرونة فوق الرز. شايفين بقى ازاي المكرونة مفلفلة، وكمان مفيش واحدة لازقة في التانية. هنوزعها كده بشكل متساوي في الطبق، وكمان بنضيف العدس فوقها. وعلى الوش هنضيف هنا شوية بصل مقرمش، وبجد طعمه كان حلو جدا. وهنضيف كمان الحمص اللي استوى. شايفين بقى شكله النهائي ما شاء الله جميل جدا، وبجد كان طعمه احلى من كشري المحلات بمراحل. وده كان شكل الطبق النهائي. شايفين بقى قد ايه الرز مفلفل، وكمان المكرونة مش لازقة في بعض ومفلفلة، واخدة حقها في السوا، وكمان الطعم كان حلو جدا. والبصل بجد لو سبتوه تاني يوم هيفضل مقرمش معاكم، مش هيطرى خالص. بس اهم حاجة انكم تعملوه بنفس الطريقة وبنفس التكات اللي انا عملتها في الفيديو، انكم تضيفوا عليه معلقتين دقيق وكمان معلقتين نشا، وبجد هيطلع معاكم حلو جدا. ودي كانت طريقتي في الكشري، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش لو عملتوه تقولي رأيكم في الكومنتات. وبكده هنكون عملنا مع بعض احلى واطعم طبق كشري مصري بيتي، وبجد طعم ينافس اكبر المحلات. وكمان عرفنا مع بعض سر قرمشة البصل وفلفلة الرز والصلصة بجد اللي كان طعمها وريحتها حلوة جدا. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وتكون الطريقة كانت سهلة وواضحة ليكم. جربوه بنفس الطريقة دي وبنفس التكات، وانا واثقة انكم مش هتفكروا تشتروا تاني من بره. اتمنى انكم تجربوه وتقولوا رأيكم. وما تنسوش لو وصلتم لعند هنا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.